السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير. لو عايزة وصفة سهلة وصحية وسريعة يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل فاهيتا على الطريقة الأصلية بمكونات سهلة وشوية رز بسمتي تحفة، هيعجبكم بأمر الله. المقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت. احنا هنشتغل على ربع كيلو بانيه، بنقطعه شرايح زي ما بنعمل الشاورما، شرايح طولية كده. والمقادير بقى كل التوابل اللي تحط عليه: ملح وفلفل، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، كمون، كزبرة، نص معلقة نشا، وربع معلقة سكر، بكلهم معلقة صغيرة. بعد كده بنفضيه على البانيه ونقلبه، ولا حتى ننقعه ولا الكلام ده، هو على طول كده في نفس الوقت نقلبه كويس. ومعانا خضار، فلفل الوان وبصله متقطعين جوانح. بعد ما بنقلبه كويس، انا بقى هعمله كمان عشان يبقى خفيف وصحي بزيت زيتون، لكن ممكن يتعمل باي زيت، مفيش اي مشكله. الزيت يسخن وبعدين ننزل البانيه ونحاول ان احنا نفرده في الصينيه ونقلبه كويس، بحيث برضو نفضل نقلبه وما يبقاش متماسك مع بعضه لحد هنبص نلاقيه بيبدأ ياخد لون. من وقت للتاني كده لما ياخد لون نقلبه على الناحية التانية. هناخد بالنا كده من اللون يحمر، والبابريكا طبعا هي اللي بتديله اللون الجميل التحفة اللي هو فيه. ونحاول كده بالراحة ان احنا نفرطه عن بعض عشان ياخد الصدمة بتاعته كويسة ويستوي، لان هو بيستوي سريع جدا، يعني وانت واقفة كده مفيش 10 دقايق هيكون استوى بأمر الله. زي ما احنا شايفين كده هو بدأ خد صدمة من الناحية اللي تحت. بنقلبه بالراحة من وقت للتاني، بس بالراحة عشان برضو البانيه بيبقى ما بياخدش وقت، لكن ما يكسرش مننا. خلاص بعد ما اتأكدنا ان هو استوى بندوق حتة بسيطة، نضيف له بقى الخضار اللي هو عبارة عن فلفل الوان وبصل متقطع جوانح، ونقلبه. ممكن نضيف حاجة بسيطة من التوابل اللي احنا كنا حاطينها، يعني انا هضيف شوية ملح بسيط جدا للخضار، وشوية بابريكا، وشوية فلفل اسود. وممكن ان انتي كنت تحجزي شوية من البهارات الاولانية، بس انا قلت كده عشان يبقى برضو اطعم الخضار وما يبقاش برضو كل التوابل اللي فاتت بس. وبنقلبه تقلبتين كده. احنا طبعا ما بنسويش الخضار، يدوبك تقلبتين عشان يفضل فريش. نعمل بقى الرز: معلقتين زيت زيتون، بس ممكن تستخدمي اي زيت، انا قلت عشان اكمل بقى صحي. ورقتين لوري و2 قرنفل. اما الزيت يسخن اضيف الرز على طول، بحيث لازم اقلبه في الزيت كويس جدا، لان هو ده اللي بيخلي اي رز يبقى مفلفل، ان انت تقلبيه في الماده الدهنيه كويس. بعد كده ضفت نص مكعب مرقه، عشان انت ممكن تعمليه بشوربه، لو في شوربه مظبوطه مش هتحتاجي الملح ولا المرقه. انا حطيت بقى شويه ملح لان انا استخدم ميه. وكوبايه الرز انا عارفه مقداره، بتاخد كوبايتين ميه، بس ميه تكون سخنه او مغليه، ما نستخدمش ميه بارده لاي حاجه اتقلبت في زيت او اي حاجه سخنه. نقلبه كويس جدا، واول ما يغلي ونغطي عليه علشان احنا بعد كده نستنى. بصوا قرب يتشرب، ما نقلبش كتير عشان الرز ما يكسرش. انا برفع بسيط كده عشان ممكن الميه تبقى على الوش تنزل تحت. بعد كده انا بستخدم بصراحه شياطه، انت ممكن طبعا ما بتسوي الرز على نار هاديه جدا، انا بخلي النار هاديه وبستخدم شياطه. وبعد كده اغطي عليه بقى لحد ما يتشرب خالص. بصوا بقى جميل ومفلفل ازاي، خلاص استوى وشرب كل الميه بتاعته. انا بس بديله تقليبه علشان اطلع ورقه اللوري، القرنفل. وعلى فكره انا عملت الوصفه دي برضو برز مصري عادي وكانت تحفه جدا، وبرضو كان الرز جميل بنفس الطريقه، بس انتوا عارفين مقادير البسمتي بتختلف عن الرز المصري. نقدم بقى الطبق. انا قدمته بالشكل دوت، يا رب ينول اعجابكم. وهو كان الرز طبعا جميل جدا ومفلفل، الفراخ دايبه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتعجبكم، وتقولي لي في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك.